ورح نبدأ ديريكتومون في العوصات تاع اليوم اللي ما كانش ما أسهل وما أسرع وما أبن منها. في برمة على النار حطيت مغرفة كبيرة تاع سمن، وزدت معاه شوية تاع زيت، وبننت لاصوص تاع الطاجين تاعي بكويس تاع دجاج، زدت معاه بصلة متوسطة رحيتها في الميكسار مع 5 فصوص توم، وتبلت بشوية تاع ملح وفلفل أكحل وشوية تاني تاع راس الحانوت وكركم. خلّطت المكونات الكل بيان مع بعضاهم وخليت البورمة تاعي تتقلى في كرها. أنا يعني نحب نقلي البورمة تاعي بالبيان باه بعديكا يعني لاصوص تاعي يجيني بنين وخاطر. كي وقفت لي كيما هاكا في زيتها باه مرقتها بما يعني بارد عادي وخليتها تكمل طيابها. وفي جهة واحدة أخرى سيحت مغرف كبيرة تاع سمن في برمة كيما هاكا صغيرونة، وشوحت فيها نصف صدر دجاج صغيرون، رحيته في الميكسار مع 5 فصوص توم، تبلت بشوية تاع ملح وفلفل أكحل وشوية تاني تاع راس الحانوت، وبقيت نفتت كيما هاكا في صدر الدجاج، يعني نحرك فيه حتى تفتت لي صدر الدجاج هدايا، جوست ما تفتت بركا نحيته من النار باه ما يجينيش ناشف، وزدت عليه ربطة صغيرونة تاع معدنوس قصيتها كيما هاكا رقيق، وحطيت أنا زوز بيضات. المرة الأولى درت زوز بيضات، وتبلت بشوية تاع ملح وفلفل أكحل وشوية تاع كمون، خلطت المكونات كيما هاكا مع بعضاهم، ومن بعديكا بانت لي لاباغاي أنايا شوية مازال تحتاج للعظام، زدت عظمة واحدة وخلّط المكونات كيما هاكا بيان، يعني الخليط اللي نتحصل عليه لازم يكون هاكا شوية جافي. خديت المول تاع السيليكون هدايا دهنته بالزيت، ودرت فيه شوية تاع الخليط هذاك اللي وجدت، ودرت في الوسط قطع تاع جبن أبيض، وزدت قفلت بالخليط تاع الدجاج، كملت عمرت المول تاعي كامل، وحطيته في بلاطو دخلته الفور مسخنته من قبل على 200 درجة، حطيته في الرف الأوسط، شعلت عليه من التحت ومن الفوق، جوست ما حكم لي برك هاكا لا فورم يعني الدجاج حكم لي لا فورم تاع المول خرجته. فوالا رجعت للمرق بعد ما طاب هكا و قريب يعني يختار، حطيت فيه كمية تاع زيتون أخضر. الزيتون الأخضر أنايا ما بقيتش يعني نغليه، جوست برك ما نحطو في المسخون مرة على مرة نبدلو الماء حتى تتنحى له هاذيك الملوحة. فوالا، وهدايا هو لي بول تاع الدجاج تاعي بعد ما تماسكو هاكا خرجتهم من الفور، ومن بعديكا زدت رجعتهم داو تحميرة خفيفة برك من الفوق وخرجتهم، وحطيت لهم لي ترونش هاذوما تاع الفرماج تاع الساندويتشات، وزينتهم الفوق شوية تاع هذا بودرة الفلفل الحلو. أكيد التزيين يبقى اختياري، وهذا هو يعني الطاجين اللي شاركته معاكم اليوم على قد البساطة والسهولة تاعو وعلى قد البنة تاعو. أنا ننصحكم يعني باه تجربوه، وراني متأكدة بلي كون تجربوا الطبق هدايا راح يعجبكم ياسر. قدمته بالشكل هدايا بعد ما اختار لي هذاك الزيتون، حطيته هكا في القاعدة يعني تاع الصحن، ولي بول تاع الدجاج هاذوما درتهم الفوق. أكيد أخواتي إذا جربتوا الوصفة هذيا والله راح تعجبكم ياسر. أنا يعني الوصفات هذيا اللي قاعدة نقدم لكم فيها قاعدة نحاول على قد ما نقدر نعطيكم الوصفات أو نشارك معاكم الوصفات السهلة، وإن شاء الله يا ربي تكون نالت إعجابكم. ولهنا نكون وصلت لنهاية الفيديو تاع اليوم، وإلى الملتقى مع فيديو جديد ومحتوى جديد، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.